تفاصيل المراجعه النهائيه لثالثه ثانوي، مراجعه فرصه جديده لنهايه سعيده. ازيكم يا ثالثه ثانوي؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. جينا النهارده عشان نجاوب على سؤالكم اللي عمالين تسالوه في كل حته، في فيسبوك، تيك توك، في كل مكان نمشي فيه نلاقيكم تسالونا هنعمل ايه في المراجعه المسكه. في الفيديو ده جايين عشان نقول لكم كل تفاصيل المراجعه بتاعتنا اللي سميناها مراجعه فرصه جديده، لان هي فعلا هتكون فرصه جديده لكل الطلبه، سواء الطلاب المجتهدين اللي شغالين معانا من اول السنه وما بيركموش، او الطلاب اللي صحوا يفتكروا ان في ماده اسمها انجليزي لانهم كانوا مشغولين للاسف بالفيزياء والكيمياء، او الطلاب اللي كانوا شغالين كويس ولكن ضغط المواد الثانيه خدهم فركنوا الانجليزي شويه. المراجعه دي لكل انواع الطلاب وكل المستويات، وستي توند كده معانا عشان تعرفوا التفاصيل. في المراجعه بتاعتنا ما اعتمدناش بس ان احنا نحط ماده علميه مناسبه لكل المستويات، زي ما قلنا المستويات الكويسه اللي عايزه مراجعه سريعه وعايزه في نفس الوقت تحل كتير جدا، والمستويات اللي لا احنا محتاجين شرح تفصيلي من الاول وبرضه لازم نحل ونطبق كتير جدا، الى جانب ان احنا هنركز على التراكمي، الى جانب ان احنا هنحل كتير جدا ونركز على السكيلز والمهارات، وهنشرح لك كل حاجه حرفيا من الاول خالص. واحنا كمان جايين عشان نقول لك ان احنا عارفين مشاكلكم وحاسين بيكم. طلاب كتير جدا عندها مشكله كبيره ان هي اصلا ما بتعرفش تنتظم في المذاكره، ما بتعرفش تنظم وقتها، ما بتعرفش ببساطه تذاكر ازاي، واحنا جايين عشان نحل كل المشاكل دي ونكون معاكم خطوه بخطوه في اخر رحله ثالثه ثانوي 2025. نمشي مع بعض الرحله دي، نشتغل مع بعض، نطمن بعض، نجتهد ونعمل اللي علينا مع بعض. ان شاء الله ربنا هيرضينا وهتبقى فعلا نهايه سعيده. يبقى احنا مش هنشتغل معاك ماده علميه وشرح بس، احنا كمان هنذاكر معاك ونطلعك حافظ وفاهم، كمان هنتابعك في البيت كويس قوي ونقسم لك ونقول لك تذاكر ايه امتى وازاي بخطه مذاكره تحس ان انت قاعد معايا وانا بشتغل معاك. تعالوا بقى يلا دلوقتي نبدا نتكلم في التفاصيل. اول حاجه يا مس مي، المراجعه بتاعتنا هتكون امتى وكم محاضره بالظبط؟ المراجعه ان شاء الله هتبدا يوم 11/4، وان شاء الله هتكون 6 محاضرات اساسيه زائد محاضره اضافيه، اذا العدد الكلي 7 محاضرات، وتكون المحاضره النهائيه المحاضره السابعه الاضافيه بتاريخ 23/5. طبعا المراجعه بتاعتنا هتكون على منصه مور انجلش، وبالنسبه لطلاب اليوتيوب ما تقلقوش يا جماعه، احنا ما سيبناكوش طول السنه، عملنا لكم ورش، عملنا لكم معسكرات، وباذن الله كمان هنستمر معاكم وهنكون معاكم في اخر مرحله، سواء عن طريق معسكرات نهائيه او كمان مراجعه ليالي الامتحان. في اخبار حلوه جدا ان احنا هنوفر مراجعات وشرح لطلاب الازهر مخصوص. طب يا مس مي، تقسيمه محاضرات المراجعه هتكون ايه؟ طبعا يا جماعه هيكون عندنا 6 محاضرات اساسيه، كل محاضره هتغطي 2 يونتس، وحدتين من وحدات المنهج. في كل محاضره هيبقى عندنا شرح تفصيلي للجرامر بتاع الوحدتين دول، وشرح تفصيلي للكلمات بتاع الوحدتين دول، عشان عارفين ان في ناس مذاكره كويس قوي ومش محتاجه الشرح اللي بالتفصيل ده، اللي مش سايب اي حرف او اي كلمه، وبيأكد في نفس الوقت ان انت يعني حتى لو ما بداتش المنهج خالص هتاخد كل حاجه ان شاء الله، وتطمن نفسك كده باذن الله انت فعلا عامل اللي عليك. كمان عندنا شرح ملخص بطريقه جديده اسمها طريقه المفاتيح وطريقه الاكتيف ريكول. الشرح ده هيكون برضو مناسب للناس اللي مش عايزه تسمع الشرح الطويل المفصل، وعايزه يعني شرح كده ان بوينتس في مفاتيح، يبقى شرح مختصر في نفس الوقت لامم كل حاجه، او مش مختصر ومكروت، هو مختصر ولامم كل حاجه. اذا احنا هيكون عندنا نوعين من انواع الشرح، شرح تفصيلي وشرح مختصر، وانت تختار اللي يناسبك وتشتغل بيه. ولو عايز تاخد الاثنين عادي، انت هتلاقي ده موجود وده موجود، ممكن تاخد الشرح التفصيلي وتعيد عليه او تراجع مع نفسك بالشرح المختصر. طبعا احنا حابين نطمنكم ونقول لكم ان احنا مش بنشتغل منهج بس، احنا بنشتغل انجليزي كلغه، وبنحرص ان انت يبقى عندك حصيله لغويه قويه جدا، عشان ما تشتكيش بعد كده ان انت مش قادر تحل القطع، او ان انت بتغلط، او ان انت مش عارف تترجم السؤال، انت فاهم القواعد ولكن مش عارف تترجم السؤال. فاحنا بنحل المشكله دي من اساسها عن طريق الحصيله اللغويه، فهتلاقينا دايما شغالين معاك سينونيم وانتونيم، مش بنقول لك احفظها، احنا بنحفظها لك حرفيا في داخل المحاضره. هتلاقينا شغالين معاك ملاحظات وفروق لغويه، هتلاقينا شغالين معاك حروف جر، هتلاقينا شغالين معاك تريكات واسئله مستوى متقدم وتفكير عميق، كل ده احنا عاملين حسابه وهنشتغل معاك ان شاء الله في المحاضرات بتاعتنا. كمان هنشتغل سكيلز، نشتغل قصه ستوري، وهنحل مع بعض، يعني مش هنشرح بس، نشرح ونحل مع بعض القصه، وهنشتغل جرامر تراكمي، وزي ما قلنا هنشتغل اسئله الازهر، مهارات الازهر، سواء دايلوج او ترجمه الازهر، وكمان الاسلامك بتاع الازهر. فاحنا عاملين معاك مجهود كبير جدا، سواء في الشرح اللي بيناسب كل المستويات، واللي انت ممكن تختار الشرح اللي انت عايزه كله هيكون متوفر عند حضرتك، او في الحل اللي هتحل كم كبير جدا، هنحل ما لا يقل عن 600 سؤال في الاسبوع الواحد، يعني كل وحدتين هنحل عليهم 600 سؤال. فتاني عايزه اكد، انت لو طول السنه ما فتحتش الانجليش بالكم ده ان شاء الله هتقدر تدخل الامتحان وانت مطمن وواقف على الارض صلبه جدا. ولو انت ما شاء الله عامل مجهود طول السنه بالكم ده، انت هتحس ان مفيش حاجه تانية كان ممكن اعملها، انا عملت كل اللي عليا وراضي جدا عن نفسي. واكيد مش عايزه اقول لكم ان احنا طبعا هنكتب مع بعض باراجرافز، اسايز، اجزاء من اسايز زي مواصفات الامتحان، وكل ده هنشتغل مع بعض اسبوعيا، وعلشان ده كم كبير قوي عليك مش عايزينك تكون مننا، فقررنا ان احنا نعمل خطوه
خطوه مهمه قوي، يمكن اهم من المراجعه نفسها. ننظم طريقه مذاكرتك وننظم طريقه شغلك، ونقول لك تعمل ايه عشان تحس ان انت ما بتاخدش كم كبير وكله بيتسرب، واللي انت بتاخده او اللي انت بتذاكره بتنساه. احنا مهم بالنسبه لنا جدا نشتغل على الذاكره ونشتغل على تثبيت المعلومات، فاحنا معاك في الجزئيه دي. عشان كده قررنا ان احنا نكون معاك ونساعدك ان انت تنظم مذاكرتك وتعرف تعمل ايه بالظبط عشان تثبت المعلومه. احنا معاك عن طريق منظمتين عاملينهم مخصوص لطلاب مراجعه فرصه جديده. اول منظمه هي منظمه ماي ستادي، اللي هتلخص فيها دروسك، هتكتب فيها ملاحظاتك، هتلاقيها متقسمه تقسيمه جميله جدا زي ما انت شايفها على الشاشه كده. التقسيمه دي بتقول لك تعمل ايه بالظبط بعد ما تخلص الفيديو. انت خلصت الفيديو، يلا شوف بقى انت هتعمل ايه عشان ما تبقاش تايه وتقول هو الانجليزي بيتذاكر ازاي، هو اصلا الانجليزي بيتذاكر. لا، انا هقول لك تعمل ايه عشان ما تبقاش مقصر، عشان تبقى عملت اللي عليك ومطمن واثق ان ربنا مش هيضيع تعبك. المنظمه الثانيه منظمه ماي بلانر. ماي بلانر دي زي ما انت شايف كده من اسم المخططه، بتخطط لك المراجعه بتاعتك، بتخليك تتابع التطور بتاعك، بتخليك شايف قدام عينيك مستواك هو بيتطور ودرجاتك والكم اللي انت لميته، بتحس بشعور من الانجاز كده والفخر، وتبقى دافعه ليك ان انت تكمل ويعني تشد وتستحمل. الفتره الجايه دي هتكون صعبه علينا وعليك، والله الكم ده مش هيكون سهل بالنسبه لنا احنا كمان كتير وبالنسبه لكم اكيد، ولكن احنا عايزين نرضي ضميرنا وعايزينكم تكونوا داخلين الامتحان مطمنين مش خايفين، عارفين ان انتوا عملتوا اللي عليكم وزياده. طب يا اسماعيل، بالنسبه بقى لامتحانات الشوامل، اكيد يا شباب دي حاجه ما تفوتش علينا، يعني ان شاء الله على كل محاضره اللي فيها 2 يونتس هتاخد امتحان شامل. الامتحان ده موجود في الكتاب اللي احنا هنشتغل منه، لان هجيب اسمه دلوقتي واقول اسم الكتاب ايه وكل تفاصيل الكتاب. وكمان هتبقى طبعا الشوامل على المنهج كامل، يبقى احنا هناخد شوامل جزئيه على كل وحدتين عشان نطبق كده ونبقى هادين ورايقين وما نتلخبطش. يعني ما ابقاش انا في الوحده الاولى والثانيه وتلاقي نفسك بتحل شامل على وحده التاسعه وانت لسه ما راجعتهاش معايا. انا لازم اراجع لك كل حاجه عشان اطمن عليك ان انا كل حاجه اتقالت لك، فتلاقي نفسك اتلخبطت وتحس نوع من انواع الاحباط. احنا مش عايزين نعمل كده. الصح ان احنا اليونتات اللي ناخدها نحل عليها شوامل، وبعد ما نحل عليها شوامل تلاقي نفسك ان انت ماشي كويس، حاسس ان انت مطمن، حاسس ان انت مش ضايع، ما فيش احساس عندك مزيف كده بالتوهان. لا، الدنيا ان شاء الله تبقى مترتبه جدا وتمام. وطبعا في المحاضره السابعه بتاعتنا نحل شوامل كليه، ايوه، عشان نحل على المنهج كله وتبقى برضو حليت شوامل جزئيه وشوامل كليه. زي ما قلت لك مهم جدا انك تحل شوامل جزئيه عشان ما تحسش بالتوتر وان انت ضايع او ان في حاجات كتير واقفه عليك، وتحس ان انت المجهود اللي بتعمله ملوش اي اثر. انا عايزاك الوحدتين اللي احنا هنفرمهم فرق تشوف مستواك فيهم عامل ازاي، تحس كده بالبريق كده بتاع النجاح وبتاع الثقه في النفس ان انا الله بقيت بعرف احل ودرجتي بقت حلوه والدنيا ان شاء الله تمام. النقطه الثالثه بقى اللي هنتكلم فيها هي نقطه الكتاب. ميس مي، الكتب نقدر نطلبها ازاي وبكام وهتوصل خلال قد ايه، وكل المشاكل دي احنا فكرنا فيها وحطينا مصلحتك في المقام الاول والاخير، مصلحتك انت بالنسبه لي في المقام الاول والاخير. علشان كده يا جماعه احنا توصلنا لافضل حل يخدمنا ويخدمك، يحقق هدفنا ويحقق هدفنا. احنا هنشتغل من كتاب خارجي، كتاب جاينت الزتونه اللي هو مراجعه نهائيه، موجود صورته اهو، شوفوه. الكتاب ده ان شاء الله هو اللي هنشتغل منه. كتاب اكثر من رائع للسنه الثانيه على التوالي. الكتاب يكون افضل كتاب مراجعه في السوق بلا استثناء. الكتاب بيغطي على كل وحده 100 سؤال كلمات، 100 سؤال جرامر، وبعدين بعد ما بتخلص بيجيب لك امتحانات السنين السابقه في النظام الجديد اللي جايه من الوحده دي عشان تشوف كده يعني الامتحانات دي كانت جايه من اليونت دي عرفت تحلها ولا لا. وكمان بيجيب لك سكيلز، وكمان بيجيب لك امتحان شامل، ومش ناسي طلاب الازهر، وجايب برضو جزء جميل جدا خاص بتدريبات طلاب الازهر. فعلا كافي ووافي، مش هتحتاج اكتر منه. الكتاب ده هتلاقي نفسك حالل ما لا يقل عن 500 سؤال في الاسبوع، لان احنا هنشتغل 2 يونتس وحدتين في الاسبوع، فهتحل كم كبير جدا. الى جانب ان الكتاب طبعا هيوفر علينا مشكله ومعضله الشحن، والشحن اتاخر وانا كتابي ضاع. الى جانب مصاريف الشحن، تلاقيني قلت لك سعر الكتب كذا، سعر الكتب اكس 200 مثلا ولا حاجه، وبعدين مصاريف الشحن تلاقي نفسك دافع تقريبا قد الكتاب، خصوصا لو انت ساكن في المحافظات البعيده. فموضوع ان احنا نشتغل من كتاب خارجي ده هيحل لنا ازمه كبيره جدا، واحنا مش هنسيب الشغل يبقى من الكتاب الخارجي بس، احنا هنكمل عليه من الملازم المجانيه PDF اللي هتنزل في المراجعه برضو ليكوا يا جماعه، تقدروا تحملوها وتشتغلوا منها عادي جدا. يبقى احنا هيبقى معانا الكتاب وهيبقى معانا الملازم المجانيه الفري PDFs اللي احنا عملناها برضو بالتصميم بتاعنا بالهويه بتاعتنا بكل حاجه، تحملها وان شاء الله مع بعض الاثنين مع بعض نحقق اعلى معادله موجوده في كل المراجعات، ان احنا حطينا الهويه بتاعتنا ووجهه نظرنا، وفي نفس الوقت حطينا كتاب قوي جدا كل المراجعات اصلا بتجيب منه الاسئله، وفي نفس الوقت وفرنا عليك تكلفه الدفع، وفي نفس الوقت وفرنا عليك تكلفه القلق والكتاب وصل والشحن والكلام ده كله. فتوجه الى اقرب مكتبه واشتري كتاب مراجعه جاينت الزتونه 2025. نيجي بقى النقطه من اهم النقط، هي نقطه المتابعه، الفولو ابس. احنا يا جماعه هيكون عندنا ان شاء الله سيستم متابعه قوي جدا، ومش هقول لك هيكون عندك فريق دعم علمي هيرد على اسئلتك، هقول لك ان انا هكون موجوده معاكم بشكل شبه يومي كل يوم على جروب الدعم بتاعنا، جروب التليجرام. ممكن
تسالوا زمايلكم المشتركين معانا على المنصه، يقول لكم الميس مي بنفسها بترد علينا وبتبقى موجوده معانا وبترد على اسئلتنا وبتتكلم معانا وكل حاجه. فانا مش ناويه بس اسيبكم لمدرسين ومساعدين افاضل والله كلهم ما شاء الله يعني اكتر من مؤهلين ان هم يردوا ويفهموكم كويس قوي على كل اسئلتكم، ولكن انا هكون كمان بنفسي معاكم، والى جانب طبعا المنظمه بتاعتنا، الى جانب خطه المذاكره بتاعتنا، الى جانب كراسه ماي ستادي اللي هتلم فيها كل مذاكرتك وتلاقي نفسك مش تايه بين الكتب وبين الورق وبين الكراسات. كل ده يا جماعه هيبقى افضل خطه، افضل نظام باك اب ليك كده، داعم ليك في المرحله الجايه دي، تحس ان انت فعلا عليك فولو اب، مش بس من الميس، مش بس من المنصه، مش بس من ماما وبابا، من نفسك انت. انا هخليك انت تتابع نفسك، انت يبقى عندك رقابه على نفسك. ولو قدرت اعلمكم الحته دي ثالثه ثانوي يبقى انا فعلا عملت يعني جزء كبير جدا من رسالتي كمدرسه، ان انا اطور في شخصيتك، مش بس ان انا اديك ماده علميه واقول لك السلام عليكم. اخر نقطه بقى هنتكلم فيها هي سعر المراجعه بتاعتنا، مراجعه فرصه جديده. المراجعه اللي هتلاقي فيها شرح مفصل وشرح مختصر، المراجعه اللي هتحل فيها اكبر كم من الاسئله، المراجعه اللي وفرنا لك فيها. حابه افكرك سعر الكتاب بالشحن، بالانتظار، بالقلق، بالتوتر بتاع انتظار الكتاب، بطلب الكتاب، بكل المشاكل اللي بتحصل، كل ده هيكون بسعر 320 جنيه فقط. المراجعه كامله السبع محاضرات 320 جنيه، وده اقل سعر موجود، نظرا ان انت برضو لو حطيت سعر الكتاب بالشحن بالمراجعه هتلاقي ان اقل سعر مراجعه برضو اعلى من سعرنا. فاحنا اقل سعر مراجعه اونلاين موجود في مصر، وده علشان انت عندنا اهم من اي مكسب او اهم من اي ارباح ممكن نحققها. ربحنا ان انت تتخرج تفتكرنا، تفتكر ميس مي، تفتكر المراجعه، تفتكر ان قد ايه الموضوع ده كان مطمئن ليك واحنا كنا كتيم في ظهرك، ويعني تدعي لنا دعوه حلوه، وده اللي احنا عايزينه. فده بالنسبه لسعر المراجعه. اخر حاجه بقى حابه اقولها ان احنا بدانا رحله قناه مور انجلش في التعليم ومنصه مور انجلش في 2024، وكان الحمد لله بفضل ربنا لينا اثر ايجابي جدا على طلاب 2024، ولكن دفعه 2025 هتفضل اكتر دفعه مميزه بالنسبه لنا. ليه؟ لان بفضل دعمكم وفضل تقديركم وفضل شغلكم معانا سواء في المعسكرات او في المراجعات، دفعه 2025 القناه بتاعتنا قدرت ان هي تحقق انجاز غير مسبوق ونوصل لرقم كبير جدا في سنه واحده، يعني غير مسبوق في جميع القنوات الاخرى اللي بتعلم اللغه الانجليزيه. وده بسبب ان انتوا يا جماعه معانا، واحنا برضه هنفضل معاكم، وزي ما انتوا دعمتونا احنا هندعمكم. الفتره الجايه دي هيكون فيها مفاجآت كتيره وكبيره جدا لطلاب اليوتيوب. فاي حد اساء الظن بينا وقال لنا انت خلاص نسيتي طلاب اليوتيوب، استعد بقى عشان هيرجع يعتذر دلوقتي ويقول انا اسف وبسحب كلامي. اول مفاجاه عندنا ان احنا الفتره الجايه ان شاء الله هنقفل معاكم المنهج، بدانا الرحله سوا ولازم ننهيها سوا، فهننزل لكم شرح ربع المنهج النهائي، اخر ربع في المنهج اللي هو يونت 10 11 12، شرح كامل كلمات وجرامر، الشرح المتصور جديد لدفعه 2025 فور فري مجانا على قناتنا على يوتيوب. ودي هديه او عيديه منا لطلابنا، طبعا طلاب اليوتيوب اللي بداوا معانا الرحله ان شاء الله هيقفلوها ويكملوها معانا. والمفاجآت لن تنتهي باذن الله. طلاب الازهر استنوا اهتمام خاص منا جدا الفتره القادمه على يوتيوب وعلى المنصه. احنا كده كده هنهتم بيكم على المنصه وبنهتم بيكم على المنصه، لكن استنوا برضو اهتمام اكسترا على قناتنا على يوتيوب. والمفاجاه الثالثه ان احنا ان شاء الله باذن الله هنكون مع طلاب اليوتيوب في المراجعات، ولكن هنعمل مراجعه فرصه اخيره، معسكر فرصه اخيره زي المعسكر اللي عملناه لطلاب اليوتيوب دفعه 2024. بفضل ربنا كل الطلاب طلعت تشهد للمعسكر ده، وكان ترندنج على مستوى مصر كلها، والحمد لله يعني نجح كبير جدا، هو ينقل مستوى الطلاب. احنا كمان هنعمل لكم معسكر فرصه اخيره، فان شاء الله هنكون موجودين معاكم بشكل او اخر، حتى لو ما رجعتوش معانا، حتى لو فاتت عليكم مراجعتنا القويه جدا اللي بتلم كل حاجه وبتخدم كل المستويات، ان شاء الله برضه هنكون معاكم في فرصه اخيره مع بعض اخر اجزاء المنهج، نحط الفاينل تاتش كده الى جانب ليالي الامتحان اللي هي بشكل اكيد باذن الله. فده كان كل التفاصيل اللي انا عايزه اقولها. يا رب اكون جاوبت على كل اسئلتكم، يا رب اكون قدرت ان انا ابقى عند حسن توقعاتكم وقدرت ان انا اسعدكم. وعايزه اقول بس حاجه، ثانويه عامه تجربه من اهم التجارب واقوى التجارب اللي هتمر بيها في حياتك، وانا كان ليا الشرف وليا الفخر ان انا وزمايلي كتير من المدرسين نكون جزء منها، وان احنا يعني ناثر عليكم بشكل او باخر، مش بس في الماده العلميه، كمان في الشخصيه، كمان في تجاوبكم واستمتاعكم بالحصص بتاعتنا وعلاقتكم بالماده نفسها ان هي تتغير. فكل اللي انا عايزه اطلبه منك دلوقتي ان انت ما تيأس، ان انت تشد، تجيب اخرك، خد نفس عميق زي السباحين كده في اخر السباق، وخد غطس
الغطس ده هي الفتره الجايه، الفتره المصيريه اللي هتفرق في حياتك، سواء انت بدات كويس قوي من اول السنه او ما بداتش. الفتره الجايه دي فتره كريتيكال، احنا هنكون معاكم فيها قلبا وقالبا، نفسيا علميا، دعم من كل انواع الاتجاهات، احنا هنكون معاكم ان شاء الله وهندعي لكم وانتوا ابطال. ان شاء الله يا رب السنه دي نختمها على خير مع بعض. بدانا 2025 بدايه مبهره، الدفعه دي كانت دفعه مبهره، عملنا انجازات كبيره جدا على يوتيوب، عملنا انجازات كبيره جدا في المنصه، حققنا كل الاهداف اللي باذن الله كنا حاطينها في المنصه معاكم، واحنا كمان عايزينكم انتوا كمان تحققوا اهدافكم، واحنا معاكم واحنا في ظهركم. فاشوفكم ان شاء الله على خير، سواء طلاب المراجعه اللي هيبداوا معايا المراجعه او طلاب اليوتيوب. اشوفكم على خير، بتمنى لكم يا رب يعني كل فرحه وكل نجاح، وبتمنى ربنا يرزقكم الصبر والقوه والجلد، الصبر كده والتحمل على الفتره الجايه دي. تمام، اشوفكم على خير، باي باي.